منصة التتويج كل من الدكتور عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأستاذ ياسر المسحل رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، والمهندس فيصل السمنودي نائب الرئيس لشركة عبد اللطيف جميل. إذا نعود مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات MBC برو سبورت. هذا اللقاء في لحظات مراسم التتويج التاريخية الدكتور عادل عزت، أستاذ ياسر المسحل والمسؤولين والقائمين على الكرة السعودية بانتظار أن يتسلم الهلاليون كأس لقب بطولة الدوري. الآن حكام هذه المباراة في ليلة الختام، مشهد الختام بعد حفل رائع جدا قصير لكنه مليء بالفقرات. هذه المباراة منصة التتويج للسلام على راعي هذه المباراة واستلام الميداليات التذكارية. كرنفال أسطوري حقيقة هنا، مشهد جميل جدا، أجواء رائعة، تفاعل لكل الجماهير المتواجدة في المدرجات. ليلة لا تنسى بالنسبة للهلاليين، فرحة ستبقى في التاريخ، لا شك بأنها واحدة من الليالي التي ستبقى في ذاكرة الهلاليين طويلا جدا. العودة للقب الدوري بعد غياب، العودة بعد انتظار كان طويلا في زمن الهلاليين 5 سنوات، لكنهم عادوا بأرقام قياسية وبموسم استثنائي وببطولة مستحقة، يستعدون بعد لحظات لرفع لقبها. كل هذه المدرجات، كل العيون تنظر، كل القلوب تخفق، كل العقول الآن تنتظر نواف العابد وبقية الأسماء. أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، الآن أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال في غياب الأمير نواف بن سعد رئيس النادي بالتأكيد، يتسلمون كؤوس الدوري. رؤساء الهلال من الأمير هدلول بن عبد العزيز رحمه الله، من الأمير عبد الله بن ناصر، من الأمير عبد الله بن سعد 4 ألقاب دوري، من الأستاذ فواز المكلف 96، من الأمير بندر بن محمد 98، الأمير سعود بن تركي، الأمير محمد بن فيصل لقبين دوري، الأمير عبد الرحمن بن مساعد لقبين دوري 2010 2011، مرورا بالأمير نواف بن سعد. 9 رئيس نادي للهلال يحصل الآن على لقب بطولة الدوري. أغلب رؤساء الهلال فازوا بألقاب الدوري، الآن مجلس إدارته في ظل غيابه يغيب، لكنهم بالتأكيد يوجهون له هذه البطولة وهذه الفرحة وهذا التتويج الكبير والتاريخي. كل مجلس إدارة نادي الهلال مبروك من الأعماق لكل من عمل، لكل من اجتهد، لكل من ساهم، لكل من كان له دور مباشر أو غير مباشر في الفوز بلقب بطولة الدوري. اللحظة التاريخية تقترب، وبالتأكيد كابتن الهلال ياسر القحطاني سيكون آخر اللاعبين، لأنه من سيرفع كأس البطولة. لكن لحظات، لكن مشهد، لكن فرح. ما أجمل الفوز بلقب الدوري، ما أجمل فرحته، ما أجمل الاحتفالية، ما أجمل التنظيم، ما أجمل هذه الليلة بالنسبة للهلاليين، ما أجمل كل التفاصيل، ما أجمل ختامهم بالنسبة لهم، ما أجمل المباراة التي توجوا فيها كانت بالنسبة لهم تاريخية. كل المشهد اكتمل، كل الجمال كان للهلال في ليلة أسطورية حقيقة وفرحة لا تنسى. مجلس إدارة الهلال يتلقى أيضا التهاني والتبريكات أيضا من المسؤولين في اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي. ونحن نقترب. يتشرف أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، يتقدمهم مدرب الفريق السيد رامون دياز ومدير الكرة فهد المفرج. الجهاز الإداري والفني الآن للفريق
وبالفعل مبروك رامون دياز، هذا المدرب الأرجنتيني، هذا الرجل الذي أعاد الدوري مرة أخرى لمكانه المفضل، يعود بلقب البطولة. قالها أريد موسما استثنائيا، هو ملك الدوري، هذا لقبه، واليوم يؤكد بأن هذا اللقب لم يأتي من فراغ. فرحة كبيرة جدا بالتأكيد لرامون دياز، الجهاز الإداري والفني، فهد المفرج وبقية الأسماء الهلالية. في هذه اللقطات التذكارية أيضا مع رئيسي الاتحاد، والصور بالنسبة لمشرف الفريق فهد المفرج وبقية الأسماء، بانتظار بقية اللاعبين. مبروك من الأعماق لكل الجهاز الإداري والفني. رامون دياز إذا ثاني أرجنتيني يفوز بالدوري السعودي بعد كالديرون الذي فاز بها مع الهلال وفاز بها مع الاتحاد، وكان آخر من فاز باللقب. كان الهلاليون بيعتمدون على المدربين البرازيليين، لكن أرجنتيني يعيد لهم الدوري بعد غياب. مبروك رامون دياز، مبروك لهذا الأرجنتيني، يستلم الكؤوس المصغرة. كانت زمان ميداليات، الآن بالنسبة للدوري السعودي كؤوس مصغرة. والجهاز الإداري والفني والجهاز الطبي أيضا اللي قام بمجهود كبير وبعمل كبير. بطولة أخرى تضاف إلى سلسلة قائمة لا تنتهي من البطولات. ما أكثر البطولات في الهلال، الهلال تعدى مسألة البطولات والأرقام الطبيعية، تجاوز كل ذلك، يتزعم هذه الألقاب. الفريق الآن أصبح بحاجة إلى مقرين، مقر لإدارة النادي، للموظفين، للاعبين، للتمرين، مقر آخر لبطولات الهلال، لألقاب الهلال، لكؤوس الهلال، لخزينة الهلال. أشبه بمتحف للهلال يكون في كل بطولة وفيها ذاكرة هذه البطولة، من سجلها مشهد ولقطة تعيد إلى الذاكرة. لكن الآن نشاهد عبد الله الزوري وبقية الأسماء، نشاهد هذا اللاعب الذي ولد في المنصة، نعم الأسطورة محمد الشلهوب يستعد مع البقية. أعضاء لاعبي نادي الهلال الآن مع طاقم لاعبي الهلال. أوه الاستقبال كبير جدا. أوه محمد الشلهوب، هذا الاسم، هذا الذي تعرف أقدامه طريق المنصة وتكتب بالذهب تاريخ الهلال، الأسطورة، التاريخ، الأرقام، الأهداف، الألقاب، الأخلاق، الإخلاص، النموذج. باختصار الشلهوب ما الاختصار، باختصار الشلهوب ما الاختصار. أسامة هساوي لعب كل مباريات دوري جميل كاملة. أسامة هساوي أحد ركائز الهلال والدفاع الذي استند عليه الهلاليون كثيرا في هذا الموسم. عبد الله الزوري القميص رقم 4، البطولة رقم 4 في يوم 4. تربع يا عريس، تربع يا عبد الله، تربع يا الزوري. مبروك لعبد الله الزوري، مبروك لأسامة هساوي. من سيتقدم من الهلاليين الآن؟ شوف يقول له ورا العيال، ورا الهلال. سلمان الفرج إذا يتقدم، من جدد عقده. سلمان مفتاح الهلال، مفتاح الفرج، الأنيق الرشيق. أوه في هذه اللحظة الأهازيج تأتي لنواف العابد، لمن كان مؤثرا لهذا العريس، لمن قص الشريف بين البداية والنهاية. دائما نواف، هذا نواف العابد في الاحتفالية يطلب من الصغير بأن يراقب. هذا نواف، هذا اللي من كراته تخاف. نواف العابد مبروك من الأعماق هذه البطولة. عبد الله المعيوف مع أسامة هساوي لعب المباريات جميعا دور كبير، أقل مرمى استقبل شباكة، أهداف في هذا الموسم. بطولة أخرى بعد بطولة العام الماضي، وسبق وأن توج قديما مع الهلال. مبروك لعبد الله المعيوف في مراسم التتويج ولحظات يتقدم. والآن عبد الملك الخيبري وياسر الشهراني أيضا يتقدم. مبروك لعبد الملك الخيبري من صفقات الصيف، الآن يجني هذا الصيف ويعيش هذا الصيف. سلفيلان ولقطة للبطولة. ياسر الشهراني ألف سلامة، أصيب في الأسابيع والأمتار الأخيرة، لكن بعد أن قد حسم الهلال أكثر من ربع وثلثي الدوري. مبروك للأعماق ياسر الشهراني، ياسر محمد البريك وراء بعض الظهيرين في الهلال. الظهير ليس سوى جناح آخر، جناح فاخر من الآخر. محمد البريك، ياسر الشهراني قدموا موسم خيالي
شايف سلمان، مبروك، اصرخ يا سلمان. اوه جحفلي، شعبية كبيرة جدا. البطولة والدوري الأول بالنسبة له عبد المجيد الرويلي، راعى العالية. الله على الرويلي الآن، بطولة ماراسيليو أحد الجهاز الفني والإداري. شايف هنا جحفلي، هنا محمد البريك، ورقصات واحتفالات والسهرات ستستمر حتى الصباح. اللون الازرق هو الطاغي ليله هذا اللون. عبد الله الحافظ يحصل على لقب دوري اول بالنسبه له. مبروك من الاعماق للمدافع اللي قدم اداء. استمعوا للجمهور مع كل اسم، كيف يهتفون، كيف يصرخون، كيف يردون الجميل. بيلسي اللاعب اللي كان قوي، رادوي الجديد. اوهو من اجل عمر خريبين، يعني من الدوري قريبين يا عمر. هذا العاشق، هذا المحب، ليس هناك اجمل من ان تفوز بلقب مع من تحب. هو العاشق للالقاب والمحب للهلال. سيلفي فخم مع الشلهوب، سيلفي مع البطوله كان عن طريق عمر خريبين. سالم الدوسري، مين من اللاعبين؟ اليو بوناتيني ام ماذا؟ فيصل درويش في هذه اللحظات. الان يستعجلون اللاعبين. سالم الدوسري، ليو بوناتيني، شيئا فشيئا تقترب اللحظات يا رمون دياز. هذه اللحظة، هذا الشعار، هذا الشعار المليء بالذهب، هذا الشعار. السوبر ادواردو ايضا احد اهم اسباب لقب بطولة الدوري السعودي حقيقة. سوبر ادواردو ظهر في كل مواجهة الحسم وفي الليالي المهمة بكل تأكيد. ماجد النجراني، بطولة أولى. نشاهد هنا ياسر المسحل أيضا جهد كبير، ونشاهد بالتأكيد بقية أسماء الهلال شيئا فشيئا في هذه الليلة الزرقاء، في هذه الليلة التاريخية، في هذا العرس، في هذا الكرنفال. عريس ومالي خلق ازعل، ولذلك كان الفوز الكبير، وكانت النتيجة التاريخية، وكان الحفل الأسطوري، وكان الكرنفال، وكانت اللحظات، وكانت الأوقات المهمة. الآن نائب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس عبد الرحمن النمر والكابتن ياسر القحطاني، نائب رئيس النادي والكابتن ياسر القحطاني. ياسر القحطاني يقول لما راح ارفع الكاس راح اتكلم وراح اقول العفو تاخرنا عليك، العفو تاخرنا عليك، في اشاره لغياب الهلال في الخمس سنوات الماضيه. نائب رئيس النادي الهلال ياسر القحطاني والكاس. شايف هنا عزوز الان حتى بنت توق وبنت الزين حصلت على دوري. يستعد ياسر القحطاني للحظة التاريخية لرفع كأس البطولة، للحديث مع الكاس. الآن بانتظار اللقطة والمشهد واللحظات الحاسمة. كأس دوري جميل بين ايادي ياسر القحطاني. ارفع الكاس يا ياسر، سينتظرون هذه اللقطة، هذا المشهد الذي تعودوا واعتادوا عليه. ياسر القحطاني، ارفع الكأس يا ياسر، ارفع الكأس يا ياسر، ارفع الكأس. الهلال بطلا لدوري جميل، الزعيم بطلا للدوري السعودي للمرة 14 في تاريخه. ارفع يا ابو عزوز كاس الذهب فوق. دامك هلالي دوم مرفوع كاسك. ارفع يا ابو عزوز كاس الذهب فوق. دامك هلالي دوم مرفوع كاسك. قمر 14 ميلاد القمر الجديد، الزعيم، الموج الازرق، هوامير الصحراء، الشقردية، المحيط الهلالي. الهلال بطلا للدوري السعودي. مبروك من الأعماق لكل عشاق هذا الكيان، مبروك من الأعماق لمجلس الإدارة، للرئيس، للجهاز الفني، للاعب، للأسطورة محمد الشلهوب، للكابتن ياسر، للاعب الفذ نواف العابد، لكل الجماهير الهلالية، للمدرب رامون دياز. الهلال قصة طويلة جدا، طويلة جدا مع المنصة، البطولات، ثقافة الهلال، ولغة الزعماء المفضلة. يا أجمل وعد جابها وجه السعد
جابها وجه السعد في ليلة من الفرح، في ليلة من العرس، في ليلة من الذهب والتاريخ والمجد، في ليلة التتويج، في ليلة البطل. أنا الزعيم يقولها كل هلالي، أنا الزعيم يقولها كل من يتواجد في هذه الليلة. عاد الزعيم إلى سابق عهده، إلى سابق مجده. يا سيد الألقاب، ما هي غريبة الحدث أن تغيب عن البطولة، ليس الحدث أن تفوز بالدوري. اليوم لكم الحديث، اليوم عنكم الحديث، ستتصدرون العناوين، المانشيتات. يا أسامة ماذا تؤشر؟ الطريق كان أزرقا، كان هلاليا. ليلة فرح، ليلة سعادة، ليلة عرس، ليلة يحتفل فيها 60,000 متفرج في استاد الملك فهد بسعادة خيالية. ارفع الكاس يا عمر. خريبين يعني من الدوري كريبين. تدرون من أسعد جماهير بالكون اللي لهم بالمجد صولة وجولة، ومن الفرح والقابهم ما يغيبون، وفي كل عام يتوجون ببطولة. هذا هو الهلال، هذه ثقافتهم، هذه لغتهم. أبو عزوز الآن سيلفي مع الكاس، سيلفي مع القائد، مع الكابتن. مبروك يا ياسر، مبروك يا القحطاني، مبروك لكل هلالي يعيشوا هذه الفرحة، يحتفلوا بهذه البطولة، بهذا الكاس، بهذا الذهب. فرحة أخرى، بطولة أخرى، لألقاب لا تنتهي، لأفراح لا تتوقف، لنادي لم يعتد إلا على هذا المشهد، لفريق هذا هو وضعه الطبيعي وهذه مكانته الطبيعية. فرحة كبيرة في المنصة يقفون عليها، يحلمون بأنها تعرفهم جيدا. ياسر يقول عفوا تأخرنا عليك، تأخرنا عليك. ليلة كانت لعودة هذا الزعيم بعد الغياب في المواسم الخمس الماضية. مبروك للموج الهلالي، ليلة فاض فيها البحر، وهل يملك البحر ألا يفيض؟ يا لهذا المشهد والمنظر الذي يحتفل فيه العريس بليلة ستبقى في تاريخ هذا النادي. نجوم آخرين يسطرون أسماءهم بأحرف من ذهب ويعيدون كتابة التاريخ. ياسر القحطاني بعد الكابتن عبد الرحمن بشير، بعد عبد الله فودة، بعد سلطان المهنا، بعد صالح النعيمة، بعد يوسف تريان، بعد سامي الجابر، بعد محمد الدعية. ياسر القحطاني من جديد يعود لرفع كأس الدوري للهلاليين في مشهد سيبقى في ذاكرة هذا الكيان. ساحة العشاق، منبع الأساطير، مصنع النجوم، مسرح الألقاب. مبروك من الأعماق، لا تنتهي في هذه الليلة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هكذا كانت فرحة الهلاليين، هكذا كانت الليلة، هكذا كان الحفل والكرنفال والتتويج لهذا البطل. رائعا، أسطوريا، منظما، جميلا في كل شيء. هكذا أعلنوا عن أنفسهم في مشهد الهتاف ولقطة الختام التي كانت زرقاء في كل شيء. لا صوت يعلو على صوت الشقردية. مبروك لكل شقردي في كل مكان. مشاهدينا لم يبقى إلا أن نودعكم على هذه المشهد من القمة، من القمة، للفريق الذي استقر في القمة، للفريق الذي كان هذا مكانه بكل تأكيد. على أمل بأن نلتقي في لقاءات وبطولات ومناسبات أخرى. أتمنى بأن تعذروني عن أي تقصير مع السوبر إدواردو وميليسي. أترككم وبقية لقطات الفرح. تحياتي محدثكم فارس عوض. الكلمة للزميل عبد العزيز، تفضل لك الكلمة. شكرا لزميل فارس عوض. بصراحة تعليق التتويج ممتع معك فارس، وكأنما نحن هنالك في مباراة فيها انتصار كبير للهلال في هذه الأمسية. سنعيش طبعا لحظات الفرح أكثر مع لاعبين نادي الهلال بعد فاصل قصير. ابقوا معنا.